السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. البنات اليوم رايحين نديرو الوصفه تاع الكعك. جهه الغرب وهران تلمسان البنات معروفين بالكعك، يعني كعك تلمسان كعك وهران ماشي نفسهم. اليوم راح ندير معكم الكعك تاع وهران، يعني الوصفه هذه اللي شاركت بها في مسابقه الخبز لليوم الوطني للحرفي، والحمد لله يا ربي تحصلت على المركز الثاني. خبز وكعك، خبز تقليدي وكعك. جيت اليوم نشارك معكم الوصفه، خاصه السيدات اللواتي شاركنا معايا في المسابقه طلبوا مني الوصفه هذه بزاف لانه عجبهم، وان شاء الله يا ربي يخرج كيما في اللي خرج لي في المسابقه. المقادير نحتاج عندي هنايا البنات، حبيت نعبر بهذا الطاس تاع البلاستيك باش ندير كميه لاباس بها. هنايا عندي حليب دافي، طاس تاع حليب دافي. هنايا عندي طاس تاع ماء دافي، عندي طاس تاع السكر. هنايا عندي مغرف كبيره خميره الخبز، وعندي هنايا مبشور البرتقال يجي بنين به بزاف. عندي هنايا كاس مش راح ندي كامل، يعني راح نقص منه اصبر. وهنايا البنات عندي حليب سخنته في الليل ودرت فيه حبه حلاوه وزريحه البسباس. هي كاين تابل خاص يتباع تاع الكعك واسمو الشنان لما رانيش غلطه، مي انا درتو بهذا المكونات، يعني واش كان متوفر عندي في المسابقه درتو وخرج بنين الحمد لله يا ربي بشهاده الجميع. يعني قلت نعاود نفس الوصفه. عندي هنايا قرصه تاع ملح، عندي سكر فاني، وعندي خميره تاع نواره. تبعوا معايا الطريقه. هنايا البنات هذاك الحليب اللي درت فيه الزرارع هذوك رايح نديرو مع الحليب الدافي باش ندي الكميه سوا، يعني هي الكاس تاع الحليب هذا الكبير نقصت منه هذا الكميه اللي درت فيها زريحه البسباس وحبه حلاوه. هنايا هذه قرصه الملح رايح نديرها في اللي انا راح نخدمها، ولا الفارينه البنات بطبيعه الحال. هنايا رايح ندير، نعاود نرجع هذوك المكونات مع بعض. هنايا البنات في اليان تاعي رايح ندير بسم الله، ندير الماء دافي، ورايح ندير السكر. هنايا هذيك زريحه البسباس وحبه حلاوه البنات رجعتها للطاس تاع الحليب تاعها، لانه هذاك الحليب اللي كان بيت فيه الزريعه هذيك البنات نقصته من هذا الطاس، يعني كملت الطاس تاع الحليب سوا دافي. نجي الان نخلطهم مليح البنات حتى يذوب السكر. بعد ما خلطتهم مليح البنات، هنايا هذاك الكاس تاع الزيت الصغير يعني رجعته في هذا الطاس وزدت عليه شويه نحتاجو، يعني المقاييس اللي عيرت بها المكونات الاولى هي نفسها اللي نكمل بها الزيت. هنايا راهو ناقص اصبر. نخلطهم مليح البنات، ندير مورف تاع خميره الخبز ونخلط حتى تذوب الخميره. هنايا نزيد مبشور البرتقال، نزيد السكر الفاني، هنايا بعد ما خلطت كامل المكونات مع بعض نجي نضيف الفارينه البنات. هنايا ما باليش شحال رايح تديري فارينه، هي رايح نعبر بالكاس نفسه اللي درت به المكونات الاولين. ها هو الكاس الاول، وهذا الكاس الثاني. ندير الخميره والحلوى، ونجي نخلط البنات. كي نحتاج فارينه راني نزيد.
هنايا البنات لازم نخلط الفرينه مليح باش ما تبقالناش مكبره لداخل، يعني حبه حبه كما راكم تشوفوا. الخليط هذا درت 2 كيسان البنات. نزيد الان الكاس الثالث، نزيد الرابع، ها هو. لازم تحصلوا على العجينه تكون طريه البنات، ما تتلاصقش بزاف في اليد وما تكونش ناشفه، يعني كيما العجينه تاع البريوش تقريبا. هيا درت 4 كيسان، نزيد الخامس ها هو امامكم. هيا نجي نستعمل اليد نتاعي، ها هو الكاس السادس. يعني البنات انا تعمدت ندير كميه كبيره، ندخل مليح الفرينه يعني راني دايره لحد الان 6 كيسان الفرينه. رايح نزيد السبع بالتدريج البنات. راني نحيتها مليانه، نجي نقلب البنات نلمها هكا ونعجنها، يعني عجينه خفيفه. كما راكم تشوفوا هذا هو القوام اللي نتحصل عليه. نجي الان البنات نرجعها في اليا هذاك اللي خدمت به المره الاولى، ونغطيها بكيس بلاستيكي وطرشون البنات، ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم تاعها. كما راكم تشوفوا البنات راهو خمر حوالي 45 دقيقه هكا حتى 50 دقيقه. نجي نهبط الخميره تاعو، نخرج له كامل هذاك لي غاز اللي فيه. نجيب الكوفات هذه البنات اللي نخدموا بها الباكيه، نقسم العجينه تاعي في الوسط هكا، نجي نكمل نقسمها بهذه الطريقه. نجي نخدم كل وحده كره، يعني هذه صغيره رايحه ندير نخدمهم بكامل طريقه، كامل الطريقه هذه. المهم يكونوا كرات متساويه الحجم، اللي تحب توزن البنات ماشي مشكل.
كما راكم تشوفوا هكا. نجيب البنات الكره الاولى اللي خدمناها، ما نشفوهاش بزاف البنات بالفارينه باش ما تهرب لناش. نخدمهم هكا. شوفوا البنات كي نبدا نحربش نجيب الحربوش من الوسط نجبد للطرف بهذه الطريقه. نخدمهم كامل بنفس الطريقه. شوفوا البنات نجيب اول حربوش اللي خدمته، نجيب السكينه هذه نجي نفتح منها بعد تجي نقطع هذه الاطراف اللي هنايا، يعني نقطع جهه بهذه الطريقه. بعد البنات نجي نحكمها هكا كما راكم تشوفوا. وهنايا البنات راني موجده خليط تاع بيضه، نخدم انا البياض بالصفار ديريكت ودرت له شويه قهوه باش نحي ريحه البيض ونجي ندهن بها الوجه تاع الكعك تاعنا. راني كملت الكعك البنات كما راكم تشوفوا، دهنت الوجه تاعو بالبيض مخلطه بالقهوه ودرت له الجلجلان. بالنسبه لطريقه التخمير البنات، يا اما نشعلوا الفرن تاعنا من الفوق ونخلوه يسخن مليح وبعد نطفوا عليه وندخلوا كل انواع المخبوزات بهذه الطريقه تخمر، تدي حقها في التخمير. وملاحظه واحده اخرى البنات، كي تعرفوا اذا البريوش تاعكم ولا الكعك ولا ليمونه ولا اي حاجه من هذا النوع خمرت، كي نحطوا صباعنا البنات العجينه ما تتجعدش مع يعني ما تلصقش في الصباع تاعنا، ما تطلعش معاها، يعني ما تروحش مع العجين مع الصباع تاعنا، تبقى كيما راهي بهذه الطريقه. هنايا مازال ما درتوش يخمر. وثالث ملاحظه البنات، تقدروا تسخنوا كسرونه تاع ماء كبيره تكون تغلي وتحطوها في الفرن تاعكم وتدخلوا المخبوزات تاعكم كاع الانواع في الرف الفوقاني وهي من الاسفل تاعها باش تخمر لكم مليح، ومن بعد طيبوها عادي كيما هذه البنات. دوك نقرب لكم هنايا تشوفوا مليح. شوفوا هنايا البنات راهو خمر بالطريقه اللي قلت لكم عليها، يعني راني حطيت صبعي ها هو ملصقش. هذه هي الطريقه الصحيحه تاع التخمير. وهذه البنات قلت لكم شاركت في دوره تكوينيه تاع الخبز كيفيه التخمير وتحضير الخميره الطبيعيه، يعني اكتسبت هذا المعلومه. صراحه الدورات هذو مفيدين بزاف، ننصح اي وحده حابه تبعد في هذا المجال انها تحضر اي دوره تكوينيه في اي مجال، يعني في اي نوع من المخبوزات، سواء الخبز تاع لي بولونجري ولا تاع الدار ولا الحلويات التقليديه. خطونا من العصريه البنات، هي صح شابه مي نصها يروح خساره، راهي غير ديكور سكاكر وعقاقش وادوات خياطه. ننصحكم بالتقليدي احسن لانه هو المفيد. نتمنى تعجبكم الطريقه تاع التخمير هذا. ودوك ندخلوا البنات يطيب يتحمر ونخرجوا نوريه لكم. شوفوا البنات كيما قلت لكم، شوفوا كيفاش خمر ما شاء الله، راهو يطيب طلع مليح يتحمر من تحت البنات ونشعلو من الفوق يتحمر ونخرجوا. هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم البنات.
كعك الغرب الوهراني كما قلت لكم في بداية الفيديو اللي شاركت به في مسابقة اليوم الوطني الحرفي في ولاية شلف. تحصلت على المرتبة الثانية. راني كملت معكم يعني كيما خدمتو في المسابقة بالضبط. هنايا البنات درت له شويه تاع ناباج مي يعني يبقى اختياري. هو في الاصل ما كاش الناباج هذا، مي انا حبيت نديرو ناباج باش يمدلو هذيك اللمعه. ونجي نقسم حبه امامكم، شوفوا كيفاش يجي طري ما شاء الله. شوفوا كيفاش يجي من الداخل، يجي خامر طالع، ما يجيش مكتل من الداخل. يعني كاين اللي تخدم الكعك تخدم البريوش مي يجي كتل هذيك تاع العجين، مي هذا جا ما شاء الله اسفنجي. تبعوا طريقه التخمير البنات اللي قلت لكم عليها وكامل النصائح وتنجحوا فيها ان شاء الله باذن الله. والمره الجايه ان شاء الله باذن الله راح ندير لكم الخبز التقليدي تاع القرشاله ولا النخاله اللي اديت به يعني الشهاده. عجب كامل لجنه التحكيم ولا الحضور. يعني رايح نفيدكم كما انا استفدت من عند لي شاف. ربي يحفظهم ان شاء الله ويبارك فيهم. نتمنى تعجبكم الوصفه البنات وتجربوها وتخلوا لي ارائكم في التعليقات. واللي مازال ما اشتركتش في قناه وصفات الطبخ مجربه وناجحه تشترك البنات وتفعل الجرس هكا باش يوصلها كل جديد من القناه. والى اللقاء في وصفه واحده اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.